السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في اسعد حال. النهاردة هنتكلم عن موضوع أجلت فيه كلام كتير قوي. مش بحب أتكلم في المواضيع نقلا وبحثا وكده، بحب أكون فعلا واخدة فكرة وفعلا الموضوع ده موجود ولا لا، وفعلا هو سحر ولا دي هبة ربانية. ايه موضوع الشخص الزهري، الشخص المحظوظ؟ هل له علامات؟ وهل فعلا هو شخص محظوظ؟ هل ده موجود أصلا ولا بننكره؟ ايه موضوع الشخص الزهري؟ تابعوني، حلقة مهمة جدا من حلقات قناة نهال مجدي. في اخر سنتين تابعت موضوع الزهري، اشتركت في جروبس كتيرة قوي بتتكلم عن الموضوع ده، والزهريين يشتركوا هنا واللي مش زهريين حاقدين على الزهريين، والموضوع كبير قوي. ايه الموضوع ده؟ وللأسف الشديد اخر سنتين بالفعل تم قتل والعياذ بالله كذا طفل، بيخطفوه من اهله ويقتلوه ويذبحوه عند مقبرة علشان المقبرة دي تتفتح. ولكن مش اي طفل، هما بيختاروا الطفل الزهري. اشمعنى الطفل الزهري؟ هم بيعتقدوا انه الدم الزهري ده مطلوب، هو دم لونه وردي مختلف عن بقية الدماء ومطلوب بالنسبة للشيطان. بيعتقدوا ان الشياطين والجن بيحبوا جدا جدا الشخص الزهري ده، وبيعتقد ان هو شخص محظوظ. مش محظوظ علشان عنده بريق في عينيه والشق اللي في اللسان اللي ناس كتير قوي بتتكلم عنه، او العلامة اللي في الايد. في ناس كتير قوي عندها علامة الايد، الخط الواحد ده، وما تعرفش حاجة خالص، لا عن الجن ولا عن الشيطان ولا عن الحسد ولا اي حاجة خالص. سبحان الله، الموضوع ملوش علاقة بالعلامات الظاهرية. الشخص الزهري هو شخص محظوظ بالنسبة لهم، لأنه من وجهة نظرهم بيقدر يتعامل مع البوابة الخفية. البوابة الخفية دي يعني بيتعامل مع الشيطان ومع الجن بطريقة بمنتهى الأريحية. بيحطوه يفتحوا عليه المندل ويكشفوا عن طريقه، وبيكون سهل جدا ان هم يعرفوا بعض الأحداث. زمان كانوا مثلا بيستخدموا الموضوع ده في الكشف، يعني ما كانش فيه كاميرات مراقبة وكذا وتحصل جريمة قتل، فيجيبوا الشخص ده ويقعدوه ويبدأوا يكشفوا عن طريقه ويعرفوا ايه اللي حصل بالظبط. فيقول فلان هو اللي قتل. طبعا هو بيعرف، ولكن دي حاجة حصلت في الماضي. الجن يقدر يعرف اي حاجة حصلت ولكن حصلت في الماضي، لكنه لا يمكن ابدا انه يتنبأ بالمستقبل الا المستقبل القريب. يعني ايه؟ يعني ايه مستقبل القريب ولا؟ يعني احنا دلوقتي حالا مثلا تم اكتشاف منجم في طور سيناء مثلا حالا، محدش يعرف خالص، لكن الجن ممكن يأتي بهذا الخبر لأحدهم ويقول له ان تم اكتشاف كذا. هو تم بالفعل، حصل، ولكنه مش في المستقبل، لكنه في المستقبل بالنسبة لناس تانية لسه ما تعرفش الحدث. أرجو أكون وضحت النقطة دي. طيب، هل فعلا الشخص الزهري ده بيجيبوه يكشفوا عليه هو فعلا يقدر يغمض عينه ويكشف ويستكشف ايه اللي بيحصل؟ من وجهة نظري لا. الشخص اللي بيقولوا عليه زهري اللي بيتواصل عن طريق الشيطان كتير في المنامات، واللي بيظهروا له في هيئة شيوخ ما هو إلا شخص مسحور، ومسحور منذ الصغر. وللأسف الشديد بيكون درجة السحر بتاعته قوية جدا. والناس اللي فعلا بتسمى زهريين، وتابعت طبعا كلامهم كتير جدا على المواقع، بتقولك أنا زهرية، لا شفت حظ ولا شفت بخت ولا حصل لي حاجة، ما هو إلا طول عمري بعالج نفسي من السحر. ففعلا العلاج بيكون صعب جدا علشان هو مصاب منذ الصغر. لكن في بعض الناس اللي بتقول انه بيجي لهم دعم. هل الزهريين بيجي لهم دعم فعلا؟ يعني هل الزهريين بيجي لهم دعم من الجن المسلم ويتعاملوا معاه ويبدأوا يعرفوا حاجات كويسة او يحذروهم من حاجات خطيرة جدا وهكذا؟ احب اقول لحضرتك الشخص المسلم التقي القريب لربنا بيجيله دعم. بيجيله دعم ده يعني بين قوسين كده، سواء كان ملك يجيله في المنام، سواء كان دعم من آية قرآنية هو متمسك بيها بيحبها جدا وبيحفظها وقريبة جدا لقلبه. الدعم ده حاجة بتبعد عنه بعض الأشياء في المنامات. تاج الذكر بيجي كدعم في المنامات، الاستغفار بيجي كدعم في المنامات، التسبيح، كل حاجة بتعملها، حتى الصدقة بتيجي كدعم في المنام. وبفضل الله بعرف أفسر ده وأفهم إن اللي حاش عنك أو اللي أبعد عنك الشيء الصعب ده كان بفضل الله كذا كذا كذا. ممكن صدقة، ممكن صلاة قيام ليل، ممكن حاجات كتيرة جدا، لكنه ملوش علاقة بإنك عندك هبة ربانية كبيرة جدا. طيب ليه ربنا سبحانه وتعالى هيميز شخص بعينه بانه زهري، بان يجيله بعض الحاجات اللي هي تبعد عنه الشيطان واللي تحذره وكذا وكذا؟ ربنا بيفضلنا عن بعض بالتقوى. اللي اقرب لله سبحانه وتعالى وبيتقي الله اكتر
وعن تجربة والله، وياما شفت منامات الناس اللي قريبة من ربنا عندها دعم فعلا في مناماتها، وبتيجي حاجات تحذرها، وبتيجي حاجات تبعد عنها بعض الأذى من كتر ما هم ذاكرين وشاكرين وحامدين، وتلاقي عندهم مصائب وابتلاءات والقلب ده مطمئن وبيحب جدا ربنا وراضي عن أي فعل ربنا سبحانه وتعالى يعمله. فتيجي مناماتهم أنا ساعات بأبكي منها، حاجات في منتهى الروعة. إحنا كمسلمين لا نصنف أبدا كزهري وعلوي وسفلي، وده مش عارفة محظوظ وده كذا وده كذا. إحنا تبع السنة النبوية. ربنا سبحانه وتعالى بيفضلنا عن بعض بالتقوى. الشخص اللي بيشوف ان هو بيشوف منامات حلوة جدا جدا وربنا بيدعمه في المنام وكذا، لا يصنف نفسه ابدا الا ان ربنا سبحانه وتعالى من عليك بالحفظ. ممكن تكون قارئ للقرآن الكريم، عشان كده ربنا حفظك وحميك، زي الآية القرآنية وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. يبقى أنت عندك حجاب وربنا سترك وربنا حميك من شر الإنس والجن، من شر ما تعلم وما لا تعلم، علشان أنت شخص زهري ولا عشان أنت قارئ للقرآن، عشان أنت حافظ الله في قلبك. احفظ الله يحفظك. التصنيفات دي انا مش بحبها خالص، ومش بس كده مش بحبها، ده الموضوع اتطور يا جماعة. احنا عائلة الزهريون، واحنا جروب الزهريون، واحنا تشانل على اليوتيوب الزهريون بس اللي هيحسوا بينا، واحنا ما بنحسش غير ببعض، ونبدأ ننفصل فصائل ونبدأ نبعد عن المنهج. واللي بيتمسك بالمنهج الإسلامي خصوصا في آخر الزمان مش أي حد. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فين الصراط المستقيم؟ أسأل عليه وأمشي، ماليش دعوة بالمسمى ده، ماليش دعوة بمسمى روحاني زهري علوي سفلي، احنا مالناش دعوة بالكلام ده. واللي بيتابعني أرجو ان هو ياخد مني هذه النصيحة. في بقى سؤال اتسألته، طيب هو اللي بيقول على الزهريين وفتح الطاقة بتاعتهم وانه يعمل كذا ويذكر الله بأعداد معينة، مش عارفة 1018، وابدأ الأول بالبسملة 19 وبعدين أقول 313. يا جماعة الخير، يا اللي بتحبوا قناة نهال مجدي، أرجوكم اسمعوا مني النصيحة دي. مفيش بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى أكواد، مفيش بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى باسورد. احنا ربنا ادانا الإسلام وادانا القرآن نهتدي بيه ونهتدي بالسنة النبوية. الرسول صلى الله عليه وسلم لما يقول تاج الذكر نقوله 100 مرة، نقوله 100 مرة، هو قال كده. ما يقول التسبيح 33 بعد كل صلاة، أقول زي ما هو قال صلى الله عليه وسلم. لكن لما يجي حد يقول لي أنت هتقول الآية الفلانية 1118، أو هتقول سورة ياسين وتنزل عند كلمة المبين، هي جاية 7 مرات، وكل مبين ترجع تجيب من أول السورة تاني وترجع للمبين اللي بعدها وهكذا. من أين لكم هذا؟ هل ده سحر؟ ما أقدرش أقول إن ده سحر، ولكنه ملهوش علاقة بالمنهج بتاعي. أما أسمع الكلام ده ما يعجبنيش، وإنتوا المفروض كمان تميزوا بين ده وده. خليكوا زي النحلة اللي بتاخد من رحيق كل زهرة. اعتبر الشانلز على اليوتيوب أزهار، خد رحيق ده وده لا مش عاجبني لأنه بعيد عن المنهج، وده وده تمام. قالك ان سورة كذا جميلة، ماشي، لا مانع ابدا من قراءتها بنية اني اتقرب لله سبحانه وتعالى، بنية قضاء الحاجة، بنية كذا لله سبحانه وتعالى. لكن انه السورة دي هاجي عند الآية دي وهقولها 14 مرة ودي مش عارفة ازاي، لا. الرسول عليه الصلاة والسلام ما قالناش نقرأ القرآن ابدا بالطرق دي. انت حبيت انك تقول الذكر اللي سمعته في اي قناة، اسمعوا وقولوا ورددوا، بس مش بالعدد ده، ما تلتزمش بعدد. دي نصيحتي ليك. هل انت لو ربنا سبحانه وتعالى قلت سبحان الله وبحمده 1000 مرة بدل 1118، هل ربنا سبحانه وتعالى مش هيتقبل منك يعني العمل ده، او مش هيرفع عنك حاجة، او مش هيستجيب دعائك؟ يعني هو السر والأكواد اداها لحد معين ما اداهاش سبحانه وتعالى لباقي المسلمين؟ لازم نفكر بالمنهج ده. لكن أبدا أبدا لا نتهم أحد بأنه ساحر. الاتهام بالسحر هو كفر. ما ينفعش أقول فلان ساحر معناها أن فلان كافر، وإن لم يكن كافر ارتد عليا كفري. بناخد من القنوات الحلو اللي فيها ونفكر كويس. كل حاجة كده نكتب قرآن في ورقة ونعمل دورية ونكتب اسم مش عارفة مين واسم الأم، لا لا لا، الكلام ده مش صح. هل ده سحر؟ أنا معرفش، لكنه مش صح. بقالي كتير قوي مش عايزة أتكلم في الموضوع ده، ولكن مش هنذكر أسماء. برضو بعض القنوات التانية اكتب الآية دي وعلقها على باب الأوضة في اتجاه القبلة، والآية دي في اتجاه القبلة، ومش عارفة ايه على باب الشقة،
والكلام ده ليس له اصل في الدين. لو انت عايز الرزق اطلب من الرزاق سبحانه وتعالى، ايه الصعوبة في دي؟ ما تطلب من الرزاق سبحانه وتعالى وتستغفر ربنا سبحانه وتعالى. هو في طرق سرية؟ واحط مش عارفه الايه دي في المحفظه واكتبها مش عارفه ايه والزعفران الاحمر، ولازم تاخد بالك ان هو وانت ماشي مش عارفه في القبله ايه ده يا جماعه؟ ده احنا مش المفروض نحدث في ديننا ما ليس فيه؟ ازاي الكلام ده؟ والناس بتعمل ويجوا يقولوا لي ايه، انا عملت كذا وشفت منام. والله العظيم انا معايا واحده بنلي في الرؤيه بتاعتها انه سبب تعطل شفائها من السحر، مع انها بتعمل رقيه قويه جدا، انها بتروح لواحده تقرا لها الفنجان. ففي ناس بتستصغر بعض الامور ولكنها تعوق بينك وبين الشفاء، تعوق بينك وبين الرزق. ما جايز الطريقه اللي انت بتعملها هي اللي تمنع عنك الرزق. مش ربنا سبحانه وتعالى احنا بيننا وبينه حاجه؟ ادعوني استجب لكم على طول اهي. طب ايه بقى؟ طب انت بقى ربنا سبحانه وتعالى ما يشوفك عمال تكتب في ورقه وتعمل شويه رز في حته وتعلقها على باب الشقه وتقرا عليها معرفش ايه والكلام ده كله، ربنا سبحانه وتعالى ما قالش كده. ايه اللي انت بتعمله ده؟ اما ينظر لنا يلاقينا بنعمل ايه؟ احنا بنعمل طرق ما قالش عليها. تمام؟ الموضوع النهارده مش موضوع زهريين وبس، هو موضوع انتقي اللي انت بتتفرج عليه. افهم وفكر، المنهج بتاعك مش كده. غير انه موضوع تكرار الايات باعداد معينة بيحضر الجن المسلم خدام الايات القرآنية. تمام؟ يبقى انت هنا لما بتقرأ القرآن الكريم بتستعين بالله سبحانه وتعالى، ولا انت عايز تحضر جن معين يساعدك في الشيء الفلاني؟ هنا النية اختلفت وهنا الطريقة اختلفت. اني اقرأ القرآن الكريم بنية التقرب لله سبحانه وتعالى والدعاء، ونفسي حاجة معينة ربنا سبحانه وتعالى يحققها لي، غير اني اقرا زي ما هو قال لي علشان يحضر معايا حاجه تساعدني في كذا. يبقى انت هنا رايد من ربنا، وهنا بتقرا القران علشان سبب تاني خالص. فالموضوع يطول شرحه ويطول الكلام فيه، ولكن طالما موضوع الزهريين اتفتح كان لابد اتكلم مع المتابعين عندي. في ناس كتير بتحبني الحمد لله، بتثق في رايي وبيسالوني ايه رايك، لازم تقول لنا. او لما ما اقولش يقولوا لي طب ما قلتيش ليه ما قلتلناش الكلام ده على القناه، لما بقول لهم على الخاص او كده. تمام؟ اتمنى يا رب الفيديو يكون مفيد، اتمنى تفكروا في كلامي كويس جدا. هتلاقوا نفسكم فلترتوا قنوات كتير من دماغكم. على فكره سهل جدا جدا الطلوع في اليوتيوب بالكلام ده. اقرا الآية دي 35 مرة هيحصل لك كذا، علق كذا على باب البيت هيجي لك الرزق، حط الورقة دي تحت المخدة مش عارفة يحصل لك ايه. سهل، لكنه رزق دنيوي هيروح. تمام؟ هنقابل ربنا ازاي بقى؟ نقول له ايه؟ نقول له ان احنا ابدعنا في الدين ما ليس فيه. والله ولا فلوس الدنيا كلها تغنينا عن السؤال وعن اللحظة دي. هنقول له ايه؟ بعنا ديننا يا رب علشان شويه فلوس؟ تمام؟ ففكروا كويس وركزوا. انتوا واحنا كلنا يعني احنا اللي بنخلي قناه جميله جدا وكبيره وحلوه، واحنا اللي بنخلي قنوات مهمله محدش بيبص لها خالص. تمام؟ احنا العدد اللي في اليوتيوب. تمام؟ فلازم تكون بتفكر كويس انت بتتابع ايه، واذا دخلت حاجه وكانت غلط سيب تعليق برأيك. لازم الناس تبقى شايفة آراء بعض ويستفيدوا من آراء بعض وهكذا. أتمنى ما أكونش طولت عليكم. شكرا ليكم على متابعتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.